السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة حبيباتي. كما راكم تشوفوا واحد الوصفة هايلة وشابة وبنينة. نقولوا بسم الله وصلوا على رسول الله. نرفدوا ميزان هكذا البنات كما راكم تشوفوا. نوزن 500 غرام فارينة، نسبقوا في الفارينة نوزنوها. وعندي هذا المول تاع السيليكون يا البنات اللي نطيبوا فيه الحلوة تاعنا. هنا ندي عندي تاع 500 غرام، انا نسحق غير 250 غرام. انت اللي عندك 250 غرام ساهل. ندي 250 غرام تاع لا ماغارين، ما قلناش سمن البنات، قلنا لا ماغارين. هنا عندي فلوريال. نوزن 250 غرام تاعي كيما راكم تشوفوا. البنات ابونيو بالنسبه لي، مازال ما ابوناوش البارطاج فضلا وليس امرا. حبيبات قلبي فرحوني، ربي يفرحكم. وهنا اضافه عندي مغرفه بومبي تاع السمن، وعندي مغرفه تاع سكر غلاس عفوا، رشه تاع الملح، لافاني وصفار بيضه كيما راكم تشوفوا. لافاني نديرو مغرفه معمره تاع قهوه. دوك هنايا البنات لازم لي الباتور. الخدمه بالباتور تسهل علينا وتزيد تعطينا نتيجه روعه. نخلط بالباتور يا البنات حتى نتحصل على خليط ابيض متجانس وخفيف، ونتحصلوا على قوام كريمي كما راكم تشوفوا. حتى القوام يتضاعف. نحبس الخدمه بالباتور، نروح نفد هذيك 500 غرام تاع فارينه نزيدوها لتما. هنا نستعمل يدي، نبدا نخلط يا البنات ونلم بالمزهر. هنا ما تزيديش فارينه، ما يخلعكش الخليط لا جاك جاري شويه. نلم بالمزهر يا البنات حتى نتحصل على عجينه طريه هكذا. دوك نوريكم القوام يا البنات يتلاصق كيما راكم تشوفوا، مي بصح ما تخافوش. هنا البنات واش ندير؟ نغطيه ونخليه يروبوزي. قد ما تخليه يتشرب ويرتاح، لا فارس العجينه تاعنا ترتاح. ولا فارس كالعاده 3 كيلات لوز بكيله غير باع سكر ولم بالمزهر. عندي البنات هذا المول تاع السيليكون. شوفوا البنات كي تشروا المول سيليكون شريوه في الماغون، ما ديروش الغلطه اللي درتها انا شريته بالابيض ومن بعد هذيك سخانه تحرق لي شويه من تحت. نروح نرفد العجينه تاعي. اللي حابه توزن ديروا 35 غرام ولا حسب المول تاني اسك كبير ولا صغير. كيما راكم تشوفوا نرفد لي بول والعجينه تاعي تشربت لي، ونحلها هكذا نبسطها شويه ونرفد 15 غرام تاع اللوز. حبيباتي الخدمه سهله مهله. نحطو داخل العجينه ونحاول كيفاش نغلق، والعجينه طريه وتاخذ الراي هايله بالبزاف. وندخلها في المول تاع السيليكون حبيباتي، ونحاول كيفاش نبسط العجينه. لشتو العجينه شويه زياده نقصوا لها. فوالا هنايا ندخلها في المول تاع السيليكون. اولا نكورها قبل ونبسطها كيما راكم تشوفوا، زياده نحيها هكذا خياتي. ندير شويه فرينه في صبعتيه ونبدا نمشي في العجينه، نعطي لها وجه شباب، نسطح العجينه تاعي ما نخليهاش تطلع بومبي. نكمل نعمر المول تاعي كيما راكم تشوفوا حبيباتي، والكوشه تكون مشعوله مسبقا. نحطو داخل السنيوه، نروح ندخلها في لو فور، نخليها تطيب واحد 5 دقائق با بلوس. دوك نقول لكم علاه. كي خلاص شدت روحها في الكوشه نرفد المول تاعي نقلبو. فوالا رابيدمون. شوفوا حبيباتي هما مازالوا مخدوره مي بصح يدينا روحتهم. نخليهم يتحمروا من تحت في الكلاغ ونزيد نحمرهم من الفوق ونخليهم يبردوا النهار كامل. وهنايا البنات نوجد ندير معكم الطليه. عندي سكر غلاس ماجيك يا البنات، هذا ماجيك كيما راكم تشوفوه ابيض مي بصح كي نخدموه يولي اللون اللي حبيتي. هنا راكم تشوفوا البابي اللي من الفوق في الاحمر، الاخر الطليه تخرج لي في الغوز. لا لقيتوها في الاصفر تخرج لكم صفراء، لا لقيتوها في البلو تخرج لكم في البلو. هنا البنات نغربل السكر ماجيك تاعي كيما راكم تشوفوا، لازم نصفيوه ضروري. كل وحده دير 400 غرام، هنا تسمع عندي 800 غرام، نصفيه كامل هكذا خياتي. وهنا واش ندير؟ هنا عندي فنجان صغير تاع لاتاي، ندير ربع تاعو حليب، نزيد نكمل ربع تاعو زيت، وهنا نزيد له مزهر نعمرو بالمزهر. تسمى فنجان خليط بين الحليب ومزهر والزيت. نفرغو. شوفوا البنات غير فرغتو بدات لا كولور تبان هكذا.
هذا دوك انا ما قلت لكمش استعملوا ماجيك، اللي عندها سكر غلاس عادي تستعمل عادي وتلون اللون اللي حبت. هنا البنات عندي زوج حبات قارص عصرتهم وصفيتهم، ونبدا نفرغ في العصير تاع القارص ونخلط هكذايا بالمغرفه تاع الحطب. هالا شوفوا البنات لاكولا كيفاش بتبان لي، والاخر الطريه تبان لي ثقيله. هنا بهذاك الخليط تاع القارص، عصير القارص عفوا، اللي نطري العجينه تاعي، ونستعمل الباتور باش تخرج لنا موسوس، تخرج لنا خفيفه وبنينه. نطلع يا البنات، ولا شتو جاري شويه نزيد له شويه سكر غلاس هكذا حبيبتي. قد ما تطلعي بالباتور قد ما الطليه تجيك هايله بالبزاف. وهنا لا كولور جاتني شويه في الفونسي البنات، راني نزيد شويه سكر غلاس عادي باش تولي لي الكلير هكذا. باسكو لا حبيتي لا كولور تاعك هكذا في الفونسي خليها في الفونسي. انا جاتني شويه غامقه ما حبيتهاش. هنا يا البنات الله يبارك الطليه تاعي من بعد مدت اللون اللي حبيته والقوام اللي انا حبيته تاني. نوريكم عمليه التسكار كيفاش نطليها. نحط الحبه فوق يدي خير من نحطها في الفرشيطه دي فوا تطيح لك. بلاك الكوبات هكذا البنات خير من المغرف. فوالا هنا تطليها على مره، ونحط فوق لاغريل هكذا ونخلي تطلق هذيك الزياده كامل. وبفرشيطه يا البنات نرفدهم ونحطهم في ان بلاطو هكذا ونخليهم ينشفوا. هنا قبل ما ينشفوا يا البنات ديري التزيين اللي حبيتي. انا درت هاد العقيقشات فوالا تزيين ليكم. ومن بعد ما نشفت لي الطليه نرفد الحبه ونحي لها الزوائد هذوك وهندي لاكري يا البنات، حبيتي في الدوغي حبيتي في الارجون كيما تحبي. ندير مسحه خفيفه فوالا حبيباتي. تقدروا ديروها في اعراسكم في افراحكم في الاعياد وين ديروها تصلح الحبه. سورتو يا البنات اللي درتيها باللوز واللي حابه ديرها بالكاوكاو اللهم بارك، جود في الوجود كل وحده والمقدور تاعها حبيبات قلبي. هكذا هاكم تشوفوا البسحه اللي راني نديرها تاع لاكري ببونجا ولا ببانسو، جود في الوجود البنات. واش عندك هنايا كي نشفت لي كامل الله وعطيت لها لا بريونس بلاكري. شوفوا البنات كي النتيجه اللي تحصلت عليها. دوكا نشوفوها في طبق التقديم حبيباتي. والتزيين عندي الورد هدايا درت حبيبات بالورد وحبه بالعقاش. البنات ما تنسونيش بلي لايك والبارتاج وابونيو بالنسبه اللي مازال ما ابوناتش للقناه. فرحوني ربي يفرحكم. نتلاقاو في ساعه الخير، هناك المزيد من الوصفات. البارتاج ما تنسونيش فضلا وليس امرا. بارتاجيو ليصل اكبر عدد من المشاهده. جم